السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكما العاده نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات كيف ما كتلاحظوا معايا في العنوان غادي نحضر معكم هكا واحد الشوربه بالدجاج والخضر. ف هكا باش نبداو نوعوا شويه هكا في رمضان، ما كنبغيوش نبقاو نديرو غير الحريره. هنايا كما كتشوفوا عندي صدر ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا اي جزء من الدجاج اللي كيعجبكم، تقدروا تستعملوا كذلك الرجل. فغادي نوضعها هكا في طنجره وغادي نضيف عليها الماء، غادي نخليه يغلي وغادي نبدا نحيد ليه ديك الكسكوشه. فانا هنايا ما صورتش معكم هكا فاش كان كيطيب فوق البوطه. المهم كيبدا يغلي وكتبداو تحيدوا في هذيك الرغوه اللي كتطلع الفوق. المهم غادي نحيد ليه هنا الرغوه كامله وغادي نرجع معكم. فسمحوا لي على الصوت ديال بنتي ولات مبرزطاكم هاد الايامات. المهم المستباحه. المهم هنا البنات من بعد ما حيدت ليه ديك الرغوه كامله بحال كنسلقوه نص سلقه، وهنايا غادي نضيف عليه الملحه، الملحه اللي كتبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق. غنضيف عليه شويه ديال الابزار، غادي نضيف عليه كذلك شويه ديال الكركم اولا شويه ديال الخرقوم، وغادي نرجعوه على النار باش يكمل هكا الطياب ديالو. فبالنسبه لهاد الخرقوم البنات الا بغيتو تستغناو عليه فممكن، انا ضفتو هكا غير باش يعطيني اللون. هنايا من بعد ما تسلق لينا هذاك الدجاج حيدته، وفي نفس الاناء غادي ندوز هكا باش غادي نشحر الخضيره اللي غادي يعني اللي غادي نديرو بها الشوربه ديالنا. هنايا كيف ما كتشوفوا درت واحد المعلقه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت البلديه اولا شويه ديال زيت الزيتون، وهنايا ضفت واحد البصله اللي طحنتها في هذاك الهاشوار وغادي نوضعها على النار حتى كتشحر واحد شويه. وغادي نضيف عليها جوج ديال الجزرات، جوج ديال الخيزويات اللي محكوكين، حكيتهم في هذيك الحكاكه غليظه شويه، تقدروا تحكوهم في الرقيقه ولكن من الاحسن هاد الغليظه باش كتجي شويه باينه. في هذه المرحله البنات تقدروا تضيفوا كذلك واحد البطاطس محكوكه مع واحد الكورجيطه محكوكه، لكم الاختيار الا بغيتوا تضيفوهم فممكن. فغادي نغطي عليهم كيف ما كتشوفوا، غادي نبدا نشحر فيهم هكا حتى كيدبالوا لينا، ومن بعد غادي نضيف عليهم هنايا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الدقيق الابيض، وغادي نبدا هكا نزيد نحمر فيه، نخلطو مع هذوك الخضر ونبدا نحمر فيه. فهاد العمليه اللي كنديروا للدقيق كتخلي لينا هكا الشوربه ديالنا كتجي بحال كنحضروا البيشاميل، يعني داك الدقيق كيتحمر كيعلك لينا هذيك الشوربه ديالنا. فهنايا برزطاتني هذيك السباتولا وبدلتها، خديت هكا سباتولا ديال الخشب باش هكا كتعاون، هذيك صراحه كتبدا تلعب كتبرزط. صافي كما قلت لكم هنايا من بعد ما شحرت عفوا داك الخضر مع داك الدقيق، غادي نضيف عليه هنايا داك الصدر ديال الدجاج اللي فرتت. كيف ما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي بلاصه كتعجبكم في الدجاج، فانا داكشي اللي كان متوفر عندي هو اللي ضفت. صافي غادي نضيف عليه هكا داك الدجاج، غادي نخلطو مع المكونات كامله. صافي وغادي نمرق نيت بهذاك الماء اللي سلقنا فيه الدجاجه البنات، هذاك ما ترميوش، خليوه هو اللي غادي تمرقوا به. طبيعه الحال الا كنتو باغيين ديروا الكركم كيف ما قلت لكم ديروه، ما بغيتوش راه غادي يبقى لكم هذاك الماء ابيض. انا هنايا كما قلت لكم ضفتو، بغيت هكا يجيني فيها هذاك اللون. صافي غادي نمرق هكا على الشوربه ديالي وغادي نخليها تبدا طيب، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها تبدا طيب لينا. فراه دغيا كتوجد هاد الشوربه البنات، هانتوما كتشوفوا راني ضفت عليها كذلك الماء، عمرتها مزيان بالماء. فانا كثرت الماء البنات، نتوما الا درتو هكا كميه اللي قليله راه ما تحتاجوش انكم تدوروا الشوربه ديالكم من بعد. فانا راني كثرت الماء حيت باغا كميه كبيره هكا، وحتى يعني الصدر ديال الدجاج كان عندي كتير مع ديك الخضر اللي درت،
هذاك الجزر كان حتى هو كتير، فكثرت هكا الماء ومن بعد دورت الشوربه ديالي دورتها بالنشا. تقدروا تدوروها بالنشا، تقدروا ما تدوروهاش على حساب نتوما والختوريه اللي كتبغيو. فهاد المرحله راني ضفت داك الفيرميسيل اللي كانت تبقى ليا من واحد الحشوه قبل درتها معكم ديال هذوك المسمنات، درتو حتى هو تما. تقدروا ديروا غير هذيك الشعريه الرقيقه اولا الشعريه المتوسطه حتى هي راه كتصلح. صافي غادي نخليها كطبخ كما قلت لكم، وغادي ندورها من بعد بالنشا، واحد 2 معالق ديال النشا كنخلطوهم هكا في شويه ديال الماء، وكندوروا بحال اللي كندوروا الحريره. والمهم القوامه البنات راه كيبقى على حسابكم نتوما واش بغيتوا الختوريه تكون خضره بزاف او لا، كل واحد كيفاش كيبغي الشوربه ديالو. ومن بعد هنايا حتى كنسالي هكا الشوربه حتى الاخر، كنضيف عليها هنا الربيع اللي عندي مقطع ديجا في الفريكو. صافي وكتقدموها ديك الساعات تقدموها بالصحه والراحه. وهنايا راه كنوصل للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بالصحه والراحه. شكرا على المتابعه، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم هكا باش تشجعوني ونحط لكم فيديوهات اكثر.